السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى الفيديو ديال لقاكم صحة جيدة ان شاء الله. كما كتشوفوا معايا حضرت هاد دوات اسي هاد الحليوه هادي اللي كتجي رائعه بالسكر كلاصي. صدقوني راه كتجي لذيذه بزاف. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. ندوزو المقادير على بركه الله. عندي هنا فانيلا، عندي خميره فئه 8 غرام، خميره وحده. عندي هنا الزبيب شديته غسلته وقطعته. عندي الزبده اللذة. عندي 3 البيضات. عندي كاس زيت، كاس سنيده، والدقيق على حساب الخليط، ويكون دقيق مغربل من انا الدقيق هنا مغربلاه. غندوز نضيف الزبده تكون بحراره المطبخ، يعني تكون ما تكونش في الثلاجه باش تجيكم سهله في الخدمه. قبيصه ديال الملحه، كاس تاع السنيده، الكاس اللي عبرتو به السنيده تعبروا به الزيت. وغنضيف فاني. صدقوني انا هي ديال الحلوى اللي كتعجبني هي وديال الكوك. هادو هما الحلوى اللي كتعجبني انا، عزيز عليا بزاف، ديال السكر كلاصي وديال الكوك. كملت معايا هنا بعد ما درت الزبده والسكر مع بعضياتو. غنضيف الزيت وغادا نخدمهم مع بعضياتهم مزيان كما تولي ليا كريمه بحال هذا الشكل هذا. وغادا نضيف البيض، 3 البيضات. هنا بعد ما دمجت البيض بالسكر والزيت، غادا نضيف الجنجلان اللي نقيته وحمرته. سمحوا لي ما قلتوش معاكم في المقادير النوبه الاولى حيت نسيتو. غنضيف الزبيب، بعد ما ضفت المكونات الزبيب والجنجلان غنبدا نضيف في الدقيق بشويه بشويه. الدقيق حتى تشوفوا نتوما العجينه، يعني لا الساعه اللي غادا تجمع لكم العجينه غتحبسوا من الدقيق. والعجينه ما تدلكوهاش، خدموها غير بالاصابع ديالكم. كيما الشمعين انا صافي جمعت العجينه. هاي هنا بعد ما جمعت العجينه ديالنا، هانتوما كيما كتشوفوا معايا شحال تاع الدقيق. مبقاش ليا الدقيق بزاف، بقى غير واحد شويه حتى شربت ليا، دارت جمعت ليا صافي وما بقيت زدت الدقيق. هذا هو الطابع اللي غادا المرشم اللي غادا ندير به، مرشم ديال دوزام. صافي وشديت الطاوه دهنتها بالزيت. هنا غادا نبدا ندير في كويرات غير صغيورين حيتاش المرشم عندي غير صغير. شو الصغيورات الكويرات كندير.
صافي غادا نبقى بحال هكا على الشكل هذا نكملهم ونرجع معاكم. كما شفتوا معايا ها هي النسائل بعد ما كورتها درتها في الطاوله باش ندخلها الفران. غندوز ندير ليها المرشم، غديروها في شويه دقيق وعا باش ترشموا بها العجينه باش ما يلصقش لكم العجينه في المرشم. وإلا عجبكم الفيديو متنساوش ديروا لايك وتنضموا للقناه تفضلوا وليس امرا وتخلوا لي تعليق زوين بحالكم. وكنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم وكنتمنى تشاركوا في القناه. ما نتمنى ديروا لي لايك واشتراك. صافي من بعد ما دخلتها الفران وخرجتها هانتوما كطيبوها من التحت عا باش كتشعلوا عليها من الفوق. صافي من بعد ما طيبتها وساليت غندوز نفندها في السكر كلاصي. انا كنخليها حتى كتبرد عا باش كنبدا نفند فيها في السكر كلاصي على هذا الشكل هذا. مع الجنجلان والزبيب عرفتي كتعطي واحد الجنجلان كيعطي واحد المذاق اللي زوين رائع والزبيب حتى هو كيخليها تجي رائعه. بعد ما ساليتها جات على هذا الشكل هذا دواس اتي اللي كتجي رائعه وكنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. صدقوني راها كتجي رائعه. وإلا عجبكم الفيديو متنساوش ديروا لايك واشتراك وتخلوا لي شي تعليق زوين بحالكم. وبسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.